قديمة للبيع. بيع أي حاجة قديمة. استنى ايه يا ولية، ده بقاله ساعتين بينادي لحد ما صدعنا. البتاع خرد قاعد، انا هنزل البسه الحلة دي في دماغه، انا جايلك. وقع في حلقي الدرس يا مراري. يعني جده يجيب لي وصفة رجل العفريت عشان اطلع الاول وفي الاخر انطرد. يا مراري تاني. ايه يا بازوكا، كلمتني في التليفون وزعلان ليه يا صاحبي؟ هحكي لك مأساتي يا صاحبي. بقول للأستاذ النهاردة في الدرس ده صاحبي اللي ورايا فتح الفيسبوك يا أستاذ، قام باصصلي وقايل لي عرفت ازاي يا بازوكا؟ قلت له اصله ظاهر عندي انه نشط يا أستاذ. قام قايل انتوا الاتنين برا. هو انت اخدت وصفة رجل العفريت يا صاحبي اللي جدك عملها لكم؟ ايوه يا صاحبي، اخدنا الوصفة امبارح وجده وزئردة كلنا اخدناها عشان نكون اذكى واشطر. واقعة في حلقي دي باين الوصفة جت معاهم بالعكس، واحنا بقى مش نسيناك يا بسارية، عاملين حسابك يا صاحبي. لا يا بازوكا، بعدين يا صاحبي. انا زعلان قوي النهارده يا بسارية، زعلان. ليه تاني يا بازوك؟ طول اليوم النهارده بفكر ازاي انا ليا اخ واحد واختي زئردة ليها اخين. يا خرابي، ده بازوكا جاله غباء. امال باقي العيلة حصل لهم ايه؟ مالك يا زئردة، انت جالك جنون البقر ولا ايه؟ ده انا صحابي يقولولي النهارده انت بنت غبية ودماغك تخينة. طب انا يا زئردة هسألك كام سؤال سهلين وربنا بقى يستر. اسألني طبعا، ده انا عبقرية وكمان بقيت اكثر عبقرية بعد الوصفة. قوليلي بقى يا زئردة، ايه الحاجة اللي لونها زي شكلها؟ طبعا القطة. يا خرابي، لا يا زئردة، البيضة. ايه الحاجتين اللي لونهم زي شكلهم؟ سهلة يعني، القطة. يبقى البطان يا زئردة. طب ايه يا زئردة الحاجة اللي بتمشي على الأرض وبتقول ميو ميو؟ يبقى التلات بيضات يا بسارية. ايه اللي بيحصل لكوا ده؟ مفيش فايدة، روح يا زئردة روح. يعني انت كمان شايفني غبية؟ طب ماشي. ترى جدهم عامل ازاي دلوقتي؟ دي مش وصفة، دي لعنة. لسه حتة صغيرة في الوصفة، اقوم اجيبها لك دلوقتي ولا البت زئردة تروح تاكلها عشان تزود ذكائها كمان؟ يا وقعة في حلقي، هي عايزة تاخد منها تاني؟ يا بازوكا اسمعني وافهمني، هقولك ايه دلوقتي. سلام عليكم يا ولاد، اهلا يا بسارية يا ابني. جيت في وقتك يا حاج بسطويسي، كنت عايزة اقولك على حاجة بخصوص الوصفة دي. متقلقش يا بسارية يا حبيبي، عاملين حسابك في الوصفة دي. لكن انا فتحت الشباك دلوقتي لقيت فيه صوان بره، لازم اروح اعزي واجي. الصوان اللي بره ده عزا 40 واحد. لا حول ولا قوة الا بالله، 40 واحد ماتوا. يا وقع في حلقي يا حاج، ده واحد مات من 40 يوم. 40 يوم ولسه الظلمة اللي عندي دلوقتي مش دفنوه. يا حاج بقى بسطويسي فهمني، دي لعنة الوصفة جايلك على تقيل قوي. ده واحد مات ودفنوه من 40 يوم.
يعني يا ابني دفنينه من 40 يوم والعندي دلوقتي قاعدين في العزا يا ابني. يا وجع قلبي يا حاج بسطويسي، الوصفة دي وصفة رجل العفريت الخطيرة مالها يا حبيبي مالها؟ الوصفة دي يا حاج عملت نتيجة عكسية معاكم، فأنا هروح للعطار وأجيب لكم بقى إيد العفريت علشان ترجعوا كويسين تاني. ما تنسوش الحقني الحقني بوصفة إيد العفريت بسرعة. لرجل العفريت اللي خدها منك الحاج بسطويسي طلعت مش قد كده. يعني انت تقصد ان حاجاتي بايظة؟ لا لا يا عم العطار، انا مش قصدي كده، هدي نفسك. هما كتروا في الوصفة شوية فقلبت بالعكس، وانا عارف بقى ان ايد العفريت هي اللي هتفك اللعنة دي. ناصح يا ولد ناصح، وعرفت ازاي بقى ان ايد العفريت هي اللي هتحل المشكلة؟ اصلي بصراحة كده يا عم العطار، امي جابتها لي عشان تزود الذكاء عندي وابطل غباء شوية. بجيب لك الوصفة حاضر. ايه دي بيتزا. يا حبيبي وصفة ايد العفريت بطعم البيتزا، وفي بالفراخ وفي بالجبنة وبالكاتشب. الله، يا سلام يا سلام، ياخدوها بقى ازاي؟ يا سيدي كل واحد قطمة قطمة بس، لو اكتر من كده هتقلب بالعكس. يا نهار فحلوقي، يعني لو كتروا منها هيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم حاجة غريبة، لكن ايه هي انا معرفش. ماشي شكرا، انا جبتلكوا الوصفة، يلا عشان تاكلوها وترجعوا تاني زي الاول. الله، دي بيتزا بحبها قوي. البيتزا دي كل واحد هياكل قطمة بس، هي قطمة، علشان لو كترتوا منها يحصل لكم مضاعفات تانية. طب ينفع يا حبيبي نحط عليها كاتشب؟ اصلا انا بحبه قوي. انتوا هتجننوني، بقولكوا تاكلوا قطمة تقولوا كاتشب؟ يا عمي بقى بسطوسي بقى، خدوا خليكوا ترجعوا كويسين ونخلص. خلاص يا حبيبي فهمتك، طول بالك، نبقى نحبس بقى بكوباية شاي بلاش الكاتشب. يا وقع فحلوقي، ماشي يا حاج بسطويسي، ابقى احبس بكوباية شاي، المهم تاكلوا قطمة قبل النوم، وانا هعدي عليكم الصبح اشوفكم ان شاء الله على خير وتكونوا كويسين تاني. يا مراري، انتوا اكلتوا البيتزا كلها، قلتلكوا قطمة قطمة، يا رب استر من اللي هيحصل. يا ابني ما هو كل واحد خد له قطمة وكان لسه فاضل كتير، نرمي النعمة يا حبيبي، أكلناها بألف هنا وشفا. سلام، دي كانت جميلة، ابقى هاتلنا تاني منها يا بسري. يا عيلة طفصة، دي كان علاج، انتوا كده قلبتوا الدنيا وهتبقوا مجانين، ده الغباء كان أرحم. مجانين؟ بالعكس يا حبيبي، ده احنا أول ما أكلنا البيتزا بقينا كويسين جدا ورجعنا زي الأول وأحسن كمان. صحيح يا حاج بقيتوا كويسين؟ أيوة يا حبيبي بقينا كويسين وزي الفل. كنا لسه بنتكلم عن ذكرياتنا من 7000 سنة. يا مراري، تقصد ذكرياتك ولا ذكريات الفراعنة؟ يا ابني ما تعصبنيش، أيوة ذكرياتي أنا. فاكرين يا أحفادي؟ فاكرين جدكم كان ليه شأن أيام الفراعنة كبير؟ دي كانت أحلى أيام يا جدودي. يا نهار فحلوقي، دي الحالة اشتغلت، استر يا رب. جدي الحقني يا جدي، الديناصور جاي يقرصني.
يا بنتي يا زئردة ما تخافيش يا بنتي، ما هو لسه قارص اخوكي وما حصلوش حاجة. يا خرابي، دي الحالة جاية معاهم على تقيل قوي. الحقي يا زئردة، القطة بتاعتك بتجري، الحقي. ما تسيبك منها يا بازوكا، هتيجي تاني. يا فين يا ولاد القطة دي؟ انا مش شايف حاجة. الحمد لله، الحاج بسطويسي بدأ يعقل. ده انا شايف كلبي مش قطة. يا وقع في حلوقي. استنى بقى يا بازوكا نشربك المغات. مغات؟ مغات بتاع مين يا حاج؟ بتاع المدام يا حبيبي، جابت لنا كده نونو صغير. الوصفة عاملة معاك شغل عالي قوي يا حاج بسطويسي. انا هروح بقى اجيب عين العفريت واجي. انقذني يا عم العطار بسرعة وهاتلي وصفة عين العفريت. يا ابني انت حيرتني معاك، ما انت لسه واخد ايد العفريت من شوية عشان تفك اللعنة. هو انا كل ما اجيلك الاقيك متعصب عليا؟ ما هي وصفة ايد العفريت اللي اخدتها منك قلبت معاهم وبقوا مجانين. انت تقصد ان حاجاتي بايظة؟ انا عارف بقى بايظة ولا مش بايظة ولا منحوسة دي. انت بتبرطم بتقول ايه؟ ده انا كده هربطك في العمود. ها؟ لو النبي يا عم العطار عمود. لا انا قصدي انهم اكلوا الوصفة كلها فقلبت معاهم. ده انت حاجاتك حلوة قوي يا عم العطار. اشكرك يا حبيبي، اشكرك انك بتمدح في وصفاتي. يا مراري، يا رب يصبرني عليهم وعليك. طب اديني بقى الوصفة خلينا نلحقهم. هجيب لك الوصفة عشان نخلص من حواراتكم دي. اتفضل يا سيد. ايه ده؟ انت جايب لي بطاطس؟ ايوه يا ابني، ما احنا طورناها وبقت بالبطاطس. انا اصلا مش مرتاح لك وحاسك واقف في كشك وعمال تبيع اكل وخلاص، ولا عارف وصفة العين ولا عارف وصفة الرجل. انت بتبرق لي وبتقول لي ايه يالا؟ مفيش، ده انا بقول لك الوصفة دي جميلة وطعمها هيبقى حلو قوي. اشكرك، امدحني يا حبيبي، امدحني. لا، كفاية المجانين اللي عندي في البيت، انا عايز امشي. امسك الوصفة اهي، بس لازم تمشي على الطريقة صح. كل اذان صاغي. هيقولوا عين الحاسود فيها عود يكفينا شر العين. لو النبي. ايوه يا حبيبي، الوصفة هتشتغل بكده، لازم يقولوا مرتين. ده انت شكلك عامل دماغ عالية قوي يا عم العطار. اسمع الكلام بقى وما تتعبنيش. لو عملوا الوصفة غلط بدل ما يبقوا مجانين هيكونوا بخلة. ده وقع في حلقي، هما ناقصين. يلا يا ابني بقى توكل على الله، انت صدعتني. انا برضو ماشي، سلام. استنى يا ابني استنى، نسيت احط ملح على البطاطس، الوصفة هتبوظ. المرار كده الوصفة باظت وهيبقوا بخلة قوي، يا رب استر. انا عندي شعرة ساعة تروح تيجي. زيك يا بسارية، جبتلي الكتب عشان اروح المدرسة، اصل الابلة هتضربني. انا يا حاج بسطويسي مرارتي اتفقعت منك انت بالذات. انا جبتلكوا الوصفة دي عشان تاكلوها وتبقوا كويسين تاني. لا، هاخد واحدة. لا، انتوا لازم تعملوا الخطوات الاول عشان الوصفة تنجح. قولوا ورايا يلا. عين الحاسود فيها عود يكفينا شر العين. الحاسود فيها عود يكفينا شر العين. مراري، انتوا بترقصولي، قولوا كمان مرة. الحاسود فيها عود يكفينا شر العين. الصبر من عندك يا رب. خد يا زئردة الوصفة كلوها وهرجع لكم بعد ساعة تبقوا كويسين.
الكلام ده ليك بالذات يا حاج بسطويسي، ما تدينيش ظهرك، انا عارف ان انت مبسوط بالحالة دي قوي. يلا سلام وارجع لكم تاني. طمنوني عاملين ايه بعد ما اكلتوا الوصفة؟ الحمد لله يا حبيبي، ده احنا في نعمة غمة ونزاح. اخيرا فرحتني يا حاج. كنت عايز اعرف بقى يا بسارية بكام الوصفة دي؟ كانت ب70 جنيه بس. 70 جنيه؟ ده انا لو اعرف انها بالسعر ده ما كنتش هاكلها. ياني ده مبلغ كبير قوي قوي. حرام عليك يا بسارية، ده خراب بيوت. وقع في حلقي، هي الوصفة قلبت ببخل. انا كنت حاسس من الاول الراجل العطار ده شكله بتاع شاورما اصلا. جدي يا جدي، انا عايزة 5 جنيه، انت وعدني انك هتديني كل شهرين 5 جنيه. 5 جنيه؟ 5 عفاريت لما ينططوكي. ال5 جنيه ايه؟ ما تزعلش مني يا جدي، انا عارفة اني زودتها شوية، خلاص انا عايزة جنيه. اديها يا جدي نص جنيه بس، هي عليها ليا نص جنيه من زمان. هو ربع جنيه انتوا الاتنين فيه، ولمدة 6 اشهر ما اسمعش حاجة خالص. كفاية المصيبة يا ابني اللي احنا لسه سامعين بيها، ده بيقولك 70 جنيه. عليك دي لعنة البخل دي هتاكل منك حتة يا حاج بسطويس. مراري ده ولا نافع معاهم عين العفريت ولا رجل العفريت. انا راح اجيب لهم العفريت بقى بذات نفسه. بلاش بقى تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس وتابع العفريت بقى بذات نفسه. فلوس يا جدي. فلوس؟ انا حاسس اني سمعت الكلمة دي قبل كده. يا مرار المرار، هي وصلت بكوا لعنة البخل للدرجة دي؟ الحقني يا عم العطار وتعالى بسرعة، اللعنة زادت قوي. انا جيت لك يا ابني بسرعة اهو عشان اساعدك. ما دول اللي صابتهم اللعنة. هو مش ده العطار اللي اخد منك ال70 جنيه؟ ده انا لازم اضربه. اوعى تسوي يا جدو، وجع قلبي، محدش هيجيب لي جلطة غيرك يا حاج بسطويسي. اسكتوا بقى، خلي لعنة البخل تتحل من عليكم ونرتاح. ده جالهم يا ابني اللي اكتر من البخل، ده كحت يا حبيبي كحت. انا بقى من رأيي يا عم العطار نستعين بالعفريت ذات نفسه مادام عين العفريت ما جابتش نتيجة. انا قلت كده برضه وجبت الوصفة اللي هنحضر بيها العفريت. عفريت؟ لا، ده انا بخاف من العفاريت. ما تسكت بقى يا حاج بسطويسي، ما انت السبب في اللعنة دي من الاول وساكتين. يلا يا عم العطار اعمل الوصفة عشان ننقذهم. اهو يا حبيبي انا مستعد والوصفة في ايدي. وصفة ايه دي يا عم العطار؟ ده شراب وكمان احمر. ايوه يا حبيبي، ما هو العفريت هيطلع من الشراب. والله انا حاسس ان الراجل ده بطيخة وهيغرقنا. انت بتبرطم بتقول ايه يالا؟ انا بقول يا سلام عليك وعلى امكانياتك، هتطلع العفريت من الشراب. اشكرك يا حبيبي اشكرك. يلا عشان هبدأ. خشخوش احضر وما تخافوش. يلا يا خشخوش. خشخوش يا خشخوش، اسمك زي الوحوش. احضر احضر يا خشخوش. خشخوش خشخوش، قاعد تقول خشخوش وتنادي لحد ما صدعتني. الحقني يا جدي، انا خايف، ده عفريت بجد. يا بنت اسكتي، ده انا خايف اكتر منك. اصلنا مستعجلين، الناس دي جات لها لعنة البخل من عين العفريت، وقبل كده استخدموا رجل العفريت وايد العفريت، وكل شوية تجيلهم لعنة شكل. حرام، بس انا عفريت غلبان ما بعرفش افك اللعنة. ده انت جايبني كنت بلعب مع اصحابي في الشارع. اقول لك ايه، لو ما فكتش اللعنة مش هرجعك تاني للعالم بتاعك. ده انا كنت بهزر، سيبني ارجع، اصل النهارده اخر ماتش ولازم اكسب.
ايوان اسلك معانا كده وفكلهم اللعنة عشان ارجعك. طب وسعولي كده طيب علشان افك اللعنة واجري اكمل لعب. اللي جات لهم لعنة يبصوا ناحيتي كده بسرعة. مين بقى فيكم اللي جاب الوصفة من الأول واستخدمها غلط؟ جده هو اللي جاب رجل العفريت من الأول، ومن ساعتها واحنا كل شوية في لعنة لحد عين العفريت. يا بنت اسكتي هتزعلي العفريت مني. ما تخافش يا راجل يا عجوز، ده أنا عفريت غلبان. أنا بسأل بس عشان أنت أول واحد هتتفك من عليك اللعن. ما تخافش، سيكا هام سيكا هام. أشكرك أهم شيء ما تكلفناش أي حاجة، لأننا ما عندناش أي حاجة ندهالك. أنا عارف إن أنتوا عندكوا لعنة البخل القحط. أنا عذرك يا راجل يا عجوز. يلا عشان أفك اللعنة. مصباح ده هيفضل منور طول ما اللعنة موجودة، وأول ما ينطفي كده اللعنة راحت وهترجعوا كويسين تاني. طيب أنا كنت عايزة أطلب أمنية يا خشخوش. اللي بيحقق الأمنيات ده ابن خالتي بيطلع من الفانوس، إنما أنا خشخوش بيطلع من الشراب. إحنا العيلة الفقيرة، آخري بمسك المصباح اللي بينور ده. خلاص كده اللعنة راحت وبقيتوا كويسين. يعني اللعنة مش هترجع لهم تاني؟ لا خلاص مش هترجع لهم، بس بعد كده ما يجربوش ولا عين عفريت ولا رجل العفريت، ملهمش دعوة بينا خالص. رجعني بقى اكمل لعب مع اصحابي. ماشي انا هرجعك الشراب تاني، انت كده براء. هي هروح اكمل لعب مع اصحابي. يلا بقى اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وحلقات رجل العفريت وعين العفريت وايد العفريت كلهم موجودين على القناة. شوفوها هتعجبكم قوي.